ممكن يبقى عندك فتق في الحجاب الحاجز. يعني ايه؟ انت بتاكل فالاكل بيطلع تاني. يعني الحجاب الحاجز ذات نفسه اللي هو الدايفرام وول ده، العضله ذات نفسها حصل فيها مشكله لدرجه ان بدا المعده تطلع بشكل جزئي لبره. يعني هي مش البوز بتاعها هو اللي هنا، ده المعده ذات نفسها في جزء قد كده طلع لبره. فهنا ساعتها العضله يا اما تكون مرتخيه فتطلع جزء من المعده، يا اما هي مش عارفه تعمل كنترول في الجزء بتاع المعده ذات نفسها. فساعتها يبدا ان الموضوع بقى سداح مداح، انت بتاكل فالاكل بيطلع تاني، فبقى على طول بشكل يومي متكرر او اكتر من مره في اليوم بيحصل لك ايه؟ ارتجاع. هنا يبقى في مشكله. ده بيكون بقى حل طبي، يعني هي لازم تروح لدكتور ويشوف المشكله وبناء عليها هو يدي التشخيص او يدي القرار. في ناس بتعمل عمليه بيبقى الجزء ده بيتسحب لتحت والعضله ذات نفسها بيبدا ان هو يشتغل عليه، ففي ده بيفرق طبعا من شخص للتاني. وصلت؟ ولكن هو لو العميل اشتكى لك من الموضوع ده مره، انت يبقى عندك الوعي. انا كام عميل بيجي لي في الوفات العملاء الاقي واحد كده جاي لي في النص يقول لي كوتش انا النهارده حصل لي ارتجاع في المريء، فلازم ابقى اعرف ده بيحصل كل يوم ولا المره دي بس. هتمشي كده ورا الاسباب، في الغالب هتلاقي الناس اغلبيتها لا ده حصل لي مره واحده بس، والنهارده اكلت اكل كده من بره وقمت نزلت التمرين على طول اتمرنت. ماشي طبيعي، لوجيك.